صحيت من نومك فجأة لقيت إن صابع رجلك الكبير وارم ومحمر ومش قادر تلمسه. ده احتمال كبير يكون نوبة نقرس. طب يعني إيه نقرس؟ هو يعتبر نوع من أنواع التهابات المفاصل. بيحصل لما يزيد حمض اليوريك أسيد في الجسم، فبيترسب على شكل بلورات حوالين المفاصل، وهو ده اللي بيسبب الآلام اللي احنا بنشوفها دي. طب ليه حمض اليوريك أسيد أصلا بيزيد في جسمنا؟ أكل اللحمة الحمراء، الكبدة، السردين وبكميات كبيرة، بعض الأمراض زي أمراض السمنة أو أمراض الكلى، أو بعض الأدوية زي مدرات البول، كل دي أسباب بتزود حمض اليوريك أسيد في جسمنا. ومن أعراض النقرس إن ممكن يحصل ألم شديد مفاجئ مش في الصابع الكبير في القدم فقط، بس ممكن يكون في الكاحل، في القدم، في الإيد أو في الركبة كمان. وممكن تلاقي تورم واحمرار وسخونة في المفصل المصاب بالنقرس. طب ايه التحاليل اللي عاملها عشان اعرف ان انا مصاب بالنقرس ولا لا؟ تحليل زي اليوريك اسيد او حمض اليوريك في الدم، تحليل البول الكامل برضو من التحاليل المهمه جدا اللي ممكن اعملها عليه عشان اشوف في التهابات موجوده في الجسم ولا لا، اللي هو تحليل السي ار بي وتحليل الاي اس ار اللي هو سرعه الترسيب. وكل التحاليل دي بنقدمها لحضراتكم باعلى جوده واسرع نتائج باذن الله. كان مع حضراتكم الدكتور هاني نبيل متري، اخصائي التحاليل الطبيه، دبلومه الجوده الشامله الجامعه الامريكيه. بتمنى لحضراتكم حياه سعيده باذن الله.